أسعار الحديد اليوم الجمعة 21 إبريل 2023 في مصر. من فضلكم ادعمونا بلايك للفيديو، اشتركوا في القناة، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أسعار وأخبار الحديد باستمرار. وإليكم في التقرير التالي أحوال الحديد في سوق المصري. ما زالت أزمة توافر الدولار الحادة والغير المسبوقة تؤثر تأثيرا بالغا على أسعار الحديد في مصر، حيث إن غالبية مدخلات صناعة الحديد والصلب في مصر مستوردة. فهناك 3 مصانع وهم عز وبشاي والسويس يستوردون خام الحديد بنسبة 100% من الخارج، وهناك مصانع تعتمد في تصنيعها على صهر الخردة مثل مصنعي المصريين والمركبي، والذين يغطون أغلبية احتياجهم من الاستيراد. كما يتواجد في مصر 22 مصنعًا درفلة، وفيما يطلق عليه مصانع الحديد الاستثماري، والتي تعتمد اعتمادًا كليًا على استيراد البلت من الخارج. وهذه المصانع تحتاج سنويًا ما يقارب 3 مليون طن من البلت المستورد، وهذا هو مجموع الطاقات الإنتاجية لها. كما أن مصانع الحديد تقوم بدفع قيمة استهلاكها للغاز الطبيعي بالدولار، لذا فمن المتوقع أن لا تنخفض أسعار الحديد في مصر في ظل أزمة نقص الدولار مهما انخفضت الأسعار العالمية. وفيما يلي أسعار الحديد في مصر للمستهلك شامل الضريبة ونولون النقل: حديد عز 41,000 جنيه للطن، حديد بشاي 40,500 جنيه للطن، حديد السويس للصلب 40,500 جنيه للطن، حديد المصريين 40,500 جنيه للطن، حديد المراكبي 40,000 جنيه للطن، حديد الجرحي 40,000 جنيه للطن، الحديد الاستثماري 39,500 جنيه للطن. من فضلكم ادعمونا بلايك الفيديو، اشتركوا في القناة، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.